من غير حليب مكثف ولا كريمة سايلة هنعمل أجمل وألذ آيس كريم شوكولاتة، كريمي ولذيذ وكمان طعمه تحفة ويجنن، أجمل من اللي احنا بنجيبوه من المحلات من بره. لو بتدوري على وصفة اقتصادية وسهلة وطعمها تحفة يبقى لازم تكملي الفيديو معايا للنهاية. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المكونات والآيس كريم النهاردة هنعمله ازاي. قبل ما نبدأ الفيديو اعملي لايك للفيديو لو عجبتك الوصفة، واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك منه اشعار. اكتبي لي رأيك كده في الكومنتات لو عجبتك الوصفة، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هحط كده في البولة كوبايتين من اللبن، واللبن هنا ممكن استبدله بمية او ممكن نص لبن ونص مية، بس اهم حاجة اللبن او المية هتكون متلجة. معايا هنا كوبايتين عفوا معلقتين من السكر، وهنا السكر الكمية حسب ما انت عايزاها اكتر اقل حسب ذوقك. معايا هنا ربع كوباية من اللبن البودرة، ومعايا كوباية كبيرة من الكريم شانتيه. هقلب كده المكونات بتاعتي علشان قبل ما بنزل بالمضرب بتاعي علشان ايه ما تطيرش وتبهدل الدنيا. هجيب كده من تحت لفوق وافضل اقلب فيها. هضيف عليها 3 معالق من الكاكاو الخام. الوصفة اللي احنا بنعملها النهاردة دي اسهل وصفة للايس كريم الشوكولاتة، وكمان وصفة اقتصادية جدا، يعني ما كلفتناش اي حاجة ولا حليب مكثف ولا كريمة لباني ولا اي حاجة من المكونات التانية، احنا استخدمنا فيها اقل المكونات. هفضل اقلب كويس جدا وبعدين اجيب المضرب الكهرباء واضرب بقى ايه الخليط بتاعي. ممكن كمان استخدم الخلاط او الكبة عادي، مفيش اي مشكلة لو مش متوفر عندك المضرب الكهربائي، وممكن اكمل الوصفة بالمضرب اليدوي عادي. هفضل اقلب كده لحد الكمية ايه ما تبدأ ان هي ايه تزيد معايا. هنا بقى معايا كوباية من الشوكولاتة السايحة، جبت الشوكولاتة الخام وقطعتها وحطيتها في كيس وعملت لها حمام مية على النار، وفضلت يعني ايه سيحتها كويس قوي وبالكيس كده ونزلتها في الخليط بتاعي. ممكن كمان تستبعدي خطوة الشوكولاتة دي ما تستخدميهاش عادي. فضلت اضرب فيها لحد الكمية كده ما ضعفت معايا وتحسي ان الكمية زادت معاكي وبقى خفيف زي اللي قدامك كده وهايش. وبعدين نزلت كده في العلبة بتاعتي، والعلبة تكون نظيفة وناشفة وما فيهاش ولا نقطة مية. نزلت كده بالكمية كلها وبعدين سويتها كويس جدا. هنا بقى كان في خطوة هنا ان انا حطيت شوكليت شيبس، المفروض كنت احط طبقة قليلة الاول وبعدين احط الشوكليت شيبس وبعدين انزل بالباقي. هنا بصراحة انا نسيت وبعدين حطيتها في الاخير، مش مشكلة، حطيتها كده في الاخير وبعدين حطيت طبقة كمان من الايس كريم وسويت كويس جدا، وبعدين غطيتها كويس وحطيتها في الفريزر. ممكن كمان انتي ما تضيفيش عليها شوكليت شيبس او اي حاجه خالص. اخدتها كده بقى حطيتها في الفريزر ليله كامله او لحد ما تجمد يعني معاكي، وبعدها بقى طلعتها بقت بالشكل ده، جمدت معايا. اول ما تطلعيها من الفريزر سيبيها لما تهدى شويه علشان بتبقى ايه بتبقى جامده جامده خالص. استني عليها كده 5 دقايق وبعدين تقدري ان انتي تاخدي منها بالمعلقه. شايفين قدامي شكلها تحفه جدا يا جماعه، ده غير الطعم. مش عايزه اقول لك ان الطعم ده كان خرافه، اجمل فعلا من اللي احنا بنجيبه من بره. ده غير كمان ان صحي وانتي ضامنه جودته وضامنه نظافته. جميل جدا. شايفين الكرات عامله ازاي تحفه، وتقدري بقى تقدميها باي شكل. ممكن تحطيها في بوله، ممكن كمان تحطيها في البسكوته بتاعه الايس كريم. ودي الشكل النهائي لها، قدمناها كده في البولة. ممكن كمان تزينيها بكراميل او صوص شوكولاتة او تحطي عليها مكسرات من فوق او شوكليت شيبس. جميلة جدا يا جماعة، شكلها تحفة. الطعم كمان كان خرافة، طعم يعني حاجة بيتي، والطعم البيتي ده بيختلف عن اي حاجة معمولة جايبها من بره. انا هنا زينتها كده بشوكليت شيبس وطعمها جميل جدا وخرافة، وفعلا وصفة اقتصادية. وانا هنا جبت لكم اسهل وصفة لايس كريم الشوكولاتة وبأبسط طريقة كمان. تقدري بقى تقدميها على اي شكل انت حباه. ودي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وما تنسوش اللايك.